تعجز إمبراطورية المال عن استعباد العفوية، فكيف تسبب فتى في 19 من عمره في إرباك منظومة الفيفا برمتها، لا بسحر قدمه هذه المرة بل بطريقة ارتداء سرواله؟ أمام أكثر من مليار إنسان شخصت أبصارهم نحو الميدان المونديالي، ووسط الصخب والبروتوكولات الجافة سرق لامين يامال العقول بسرعة متمردة. سروال ينسلق بعفوية كشف عن ماركة ملابسه الداخلية في مشهد كوميدي ومثير لم يقف عنده هو فحسب، بل قلده النجم البرازيلي نيمار نفسه وسط احتفالات مجنونة خرقت وقار المنصات الرسمية. لكن خلف هذا المشهد العابر اندلعت حرب صامتة وقوية في أروقة الفيفا، فقوانين الرعاية الحصرية التي تدر الملايين من الدولارات تعرضت للدهس في ثوان معدودة، إذ حصدت العلامة التجارية المكشوفة إعلانا مجانيا لم تكن تحلم به أبدا، وقفزت مبيعاتها إلى السحاب لتلوح الفيفا الغاضبة بورقة المقاضاة والغرامات ضد هذا الخروج غير المحسوب عن النص الكروي. لكن الدرس الأكبر في هذه المأساة التجارية هو أن الملايين قد تشتري حقوق البث وتنظم المنصات، لكنها لن تستطيع أبدا استعباد روح الشباب أو شراء التلقائية الصادقة. قد تملك الفيفا الصرامة والقوانين الحديدية، لكن الفتى ابن 19 أثبت للعالم أجمع أن العفوية هي الحاكم الفعلي والوحيد لقلوب الملايين.